ومما أنصح به من أصيب بالسحر أو العين أن يحرص بقدر ما يجد على دعاء الوالدين، إن كان الأب حيا وهكذا الأم حية فليطلب منهم الدعاء، فلدعاء الوالدين شأن كبير وعظيم. الوالد والوالدة إذا دعوا للعبد له شأن عظيم وكبير، فاطلب من الوالدين الدعاء وستجد لذلك الآثار الحسن والأثر الطيب. هكذا من علم منه من الخير والصلاح من أهل العلم والدين والاستقامة لا يمنع أن يطلب منه الدعاء له بالشفاء، وهو بنفسه أيضا يحرص في الثلث الآخر من الليل أن يدعو الله، ويحرص هو بين الأذان والإقامة وفي السجود في آخر ساعة من يوم الجمعة وعند نزول الأمطار وفي وقت الصيام بالذات قبل الإفطار يدعو الله أن يشفيه وأن يعافيه، فإن هذه من الأمور المهمة التي يحتاج إليها المسلم في حياته كلها. وننصح من أصيب ولده أو أصيبت زوجته أو قريب له بهذا ألا يأتي له باليأس. تجد بعض الناس إذا قد أصيبت الزوجة أو البنت جالها بالأمور والخوف، فالأمر طبيعي تجد كثيرا من الناس قد أصيب بالسحر وهذا قد أصيب بالعين وهو ماشي وعايش مثل الناس ما في بأس، لكن يحتاج إلى مجاهدة ليذهب عنه هذا الأمر الذي قد حل به. فإذا أصيب أحد الأقرباء بهذا الأمر فاحرص على تثبيته وعلى تشجيعه وعلى الصبر. وأيضا مما ننصح به الرقية الشرعية، أن يحرص الشخص أن يرتقي سواء من الرجال أو من النساء. إذا أصيب الرجل أو أصيبت المرأة ارقي نفسك وانظر إلى القراء الذين عندهم الخوف من الله وارتقي عندهم، لأن العبد كل ما كان عنده خوف من الله أكثر ومراقبة لله أكثر كان نفعه في الرقية أكثر. وليحذروا من استغلال القراء، هناك من القراء من يستغل حالة المرضى إما بطلب الأموال الكثيرة بسبب أن المريض هذا في حالة حرجة ومستعد أن يدفع ما يدفع من المال، فيأتي المريض وهو مضطر، فتجد بعض القراء يستغلون هذا. وأيضا يحرص أنه يبتعد عن الأسباب التي فيها استغلال لكثير من الأعشاب التي لا علاقة لها بدفع السحر والعين. تجد بعض الناس بسبب السحر والعين يذهب إلى من يرقي، وهذا الراقي ربما قد صار عنده كثيرا من الأعشاب لا علاقة لها بدفع السحر ولا علاقة لها بدفع العين ولا علاقة لها بدفع المس، إنما استغلال للمرضى واستغلال لحاجة المرضى الذين قد أصيبوا بهذا. لكن نقول لا، اذهب عند الراقي الذي علم خوفه من الله، علم خوفه من الله ولوحظ الخوف من الله والمراقبة لله، وعلم منه أنه لا يستغل حالة الفقراء ولا حالة المساكين ولا حالة المرضى. أيضا تجد بعض الناس يستغل حالة الفقراء استغلالا كبيرا بسبب أن هذا المريض يستغل حالة المرضى استغلالا كبيرا. لماذا؟ هذا المريض أصبح يريد العافية من الله عز وجل، وثم ينظر أن هذا من أسباب العافية فيعطي له من هنا أعشاب ومن هنا العسل ومن هنا كذا ومن هنا كذا، فيخرج المريض وعنده كيس. المسألة هو قرآن يا أخي، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وهكذا ننصح بالابتعاد عمن يتعامل مع المرضى بالطريقة التي غير شرعية، مثل ما يحصل من بعضهم اللمس للنساء، المس للنساء، وهكذا يبتعد الشخص عمن يعلم أنه يتخذ طرقا أخرى ليست من آداب الراقي، ليست من آداب الراقي. هذا مما ننصح به قبل الدخول في هذا الكتاب الذي اسمه حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمل بما نقرأ وبما نسمع من العلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع الدعاء.